الجولة السادسة عشر وتشكيلة الهلال ضد نادي نيوم، ومن غير مقدمات ندخل مباشرة في التفاصيل. في حراسة المرمى الربيعي كالعادة قاعد يقدم في أداء جد ممتاز الفترة الأخيرة. بالنسبة للدفاع الثنائي تمبكتي ومتعب الحربي، ومعهم أيضا في الوسط أو بينهم يعني اللاعب نيفيز. ليش نيفيز؟ لأنه انزاجي الفترة الأخيرة قاعد يعني يثبت في طريقة اللعب اللي هي الخمسة اثنين ثلاثة، اللي فيها نيفيز يتحول إلى مدافع، وايضا يعني في الوضعيه الهجوميه يكون هو اللي يبني الهجمه. وبالنسبه للاطراف كالعاده اليامي على الجهه اليمنى وتيو هرنانديز على الجهه اليسرى. طبعا نيفيز يغطي ومتعب يغطي على تيو هرنانديز. نيفيز ياخذ مكان متعب في الوضعيه الدفاعيه لما يكون هنالك هجمه مرتده، وتيو هرنانديز ياخذ مكانه طبعا متعب الحربي. بالنسبه لوسط الميدان الثنائي سافيتش وناصر الدوسري، الاقرب يكون ناصر الدوسري، مش كانه اساسي في هذه المباراه في رايي الشخصي، وحتى اذا لعب بكانه فهذا امر عادي. بالنسبه لهجوم الهلال في هذه المباراه، مالكم على الجهه اليمنى ونينيز كراس حربه، وسالم الدوسري التورنيدو على الجهه اليسرى.